تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هنا فالبارايسو، هنا تشيلي، هنا يتجدد العهد مع المسيرة المونديالية لجيل من الشباب المغاربة، لجيل آخر نقول عنه جيل من الحالمون. بالأمس كنا مع الأسود في قطر، واليوم نحن مع الأشبال في تشيلي. جيل وراء جيل، هدفه الأسمى بكل تأكيد إسعاد الشعب وتمثيل وطن من شرقه إلى غربه، من وجدة إلى كازا، ومن طنجة العالية إلى القويرة العزيزة. اشتغل كثيرا في بلجيكا، ومن الأسماء التي تعتبر مناسبة. الكرة تمرر البينية لكن تترك بعد ذلك لأمريكا اللاتينية مع البرازيل، بينما هو الكرة الصادقة العرضية، لكن الكفاءات العالية في إدارة مباريات منتخب الشباب بكل تأكيد. فكل التوفيق لمحمد وهبي، الرجل الذي صنع الفرحة والرجل الذي أسعدنا بهذه. جسيم بعد ذلك تكتلوا على جسيم، حاصروا جسيم في نهاية الأمر. الحكم الأوروغواي يشير إلى خطأ. نعم 7 دقائق. قلت بأن المنتخب المغربي واجه كل المدارس أمريكا، نعم، من مدرسة نادي موناكو ومن مركز نادي لونس، خاصة نادي موناكو. عندهم ميسام بن عما، نبي أوتو، عنده فؤاد الزواني يلعب الكرة طويلة، الفكرة ممتازة ولكن كانت قوية بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. البحث يا الريال وهدفان. كرة عادت مرة أخرى يانيس بن شاب للأمام، الصادق عندك الآن السابيري حاول برب ممتاز. دور حسام الصادق ننتظر اليوم بعمله الكبير ممتازة. يلا يا السابيري الآن يدخل الأسرع. السابيري من المدافع في نهاية المطاف. الأسبقية تموضع الجيد والإنهاء. هذه الكرة طه يرفعها بعد في آخر لحظة لحسن الحظ. لا زالت مغربية. السابيري يحاول ضغط رهيب في هذه مباشرة البينية الأمامية. هيا بشكل ممتاز. يلا يا عثمان، ادخل يا عثمان، شوت يا عثمان. برافو 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 برافو. هذه الكرات التي ينتظرها عثمان معما. الاستلام رائع، شوف الدوران، شوف المهارة، شوف المرور، شوف محاولة المرور، التسديدة بعد ذلك. روعة يانيس، السوبر يانيس، السوبرمان يانيس، يطير هنا ويتصدى لكرة، يحلق عاليا يانيس بن الشواش في تصدي خرافي، في تصدي بطولي، يحرم الفرنسي من هدف محقق. يا لروعة التصدي، تصدي من المستوى العالي. الآن فرنسي على القائمة الثاني الراسية، بل هنا في خطأ. نعم، الخطأ يأتي في هذه اللحظات، الخطأ يأتي في هذه اللحظات. الله عليه. هذه الكرة عثمان معما، عثمان يلعبها بسرعة هناك لكن بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. كان بطولة كبيرة جدا. علي معمر اللي يغيب بسبب اسماعيل يرجع. يانيس بن شاوش حتى الآن أخطأ في منتصف الملعب. تمشي مرة أخرى، فيها خطأ أم لا؟ فيها خطأ. نعم، الدفع كان موجود في الكرة الماضية عن طريق نعيم بايار. هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية الدفع من نعيم بايار. بدأنا بانتصار كبير أمام إسبانيا. هذه الكرة فرنسية والصافرة تأتي لتنصف الدفاع المغربي في هذه اللحظات. فؤاد الزواني اللي كان واحد من المسجلين في المباراة الماضية. هذه الإعادة مرة أخرى، ميسام وبون وكذلك ميشال. هذه الكرة للأمام تنبحث عليها كثيرا. جسيم راوغ، جسيم عبر، مرة الكرة في صراع مع بيوكو، واصل على جهته اليمنى العرضية والإبعاد ناجم. هذا واحد من أخطر اللاعبين في المنتخب الفرنسي، فيها مراوغة لكن عدم ترك المساحات وعدم ترك الحلول للمنتخب العالي. هذه الكرة ناحية تلعب عثمان معما. عثمان يحاول المرور، فيها خطأ أم لا؟ طالب بوجود خطأ لكن الحكم الأوروغواياني اكتفى فقط بالإعلان عن ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة الفرنسي، تمشي لتوري يتقدم، يرفع الكرة. روعة ياسر قوية بعض الشيء. نعم قوية، لكن تبادل جميل جدا في وسط الميدان، وهذا يأكد لك الإمكانيات الرهيبة لبطولة العالم. نعم بطولة العالم
للشبنة. جسيم يراقب، جسيم يتابع، جسيم هنا مع بيوكو. برافو، التغطية والركنية الثانية للمنتخب الفرنسي. حاول فيه لاعب بيوكو لكن فيه فؤاد الزهواني. هذه كرة مرفوعة في القائمة الثانية الرأسية، والتغطية بعد ذلك. التغطية حاضرة قبل أن يأتي الدور على يانيس بن الشاوش. عموما الكرات الثابتة. زواني في مسك نعم، مسك حاضر من جانب اللاعب توري، واعتقد هذه فيها بطاقة صفراء. المنطق إخراج الجزاء. ياسين خليفي، يلا ياسين يرفع مقوصة بعد ذلك لمس حارس المرمى. نعم، لمس حارس المرمى. حظوا أن الكرة لم تكن مؤطرة وإلا لكان في الشباك. هذه الإعادة مرة أخرى في اللقطة الماضية. الآن في كرات الرأسية ممكن لا زالت مغربية. نعم، ستترك إلى الكورنر. نعم، ركنية أخرى، ركنية تراكم عما إلى الركنية الآن بعد التصدي من زيدان المدافع الأوسط. هذه الآن تلعب هنا بقدم جسيم بالراحة. حصل داخل منطقة الجزاء لأن هناك طلب. تعال المنادات. نعم، في لقطة ربما سنشاهدها، لقطة ربما سنرصدها، لم تحضر في المباشر. المغرب الآن ورفع البطاقة الخضراء. المغرب ورفع، واضح في حق اللاعب باعوف. إذن هذه أول ركلة جزاء تحتسب للمنتخب المغربي في هذه البطولة. أول ركلة جزاء بعد ما عانينا من ركلات الجزاء لأنه احتسب هنا في مونديال الشيلي، هنا في السيمي فاينل أمام فرنسا، في كرة الهدف الأول أمام أولميطا ياسر السابري. إذن السابري يتقدم. نعم، الشباك تهتز. قدم السابري من ركلة جزاء تمنح التقدم للنخبة المغربية بعد مجهودات منذ بداية المباراة. هنا الإنصاف يأتي بالإعلان عن ركلة جزاء، ومع الركلة يأتي الجديد، ومع الركلة تهتز الشباك، ومع الركلة نعم يتواصل هذا الحلم، حلم البحث عن المجد. وقلت بأن الوجود هنا في كأس العالم لم يعد استثناء بل أصبحت قاعدة مع هذا الجيل. البينية الآن هذه لتوري يحاول، توري يلتف، توري يلعب لميسام. دابو يدخل المنطقة، دابو. التعادل يأتي عن طريق اللاعب ميشال. التعادل يأتي عن طريق اللاعب ميشال بعد مجهود كبير قام به دابو في الجهة اليمنى. مجهود كبير قام به دابو في الجهة اليمنى. هو من صنع، هو من مرر الكرة ناحية اللاعب ميشال أمامنا على الصورة في ظل غياب بوابري، لكن ميشال تواجد. هذه الإعادة مرة أخرى، التمريرة بهذه الكيفية. توري ودابو استلم الكرة، كان في وضعية سليمة. هيا العرضية تأخر مجني بعض الشيء. البحراوي الآن يطلق الإشارة، البحراوي يتقدم، البحراوي سجل. برافو البحراوي، رغم أن الحارس مشى للجهة أمام ميشال يطلق الإشارة، ميشال يتقدم، ميشال وضع في الزاوية. إلياس يسجل. برافو، بهدوء برودة الدم وجه لوجه. الآن المصباحي، يلا بيوكو يستعد، بيوكو يتقدم، بيوكو المصباحي. نعم، قل ستتصدى. سابيري روعة منك يا سابيري. زيدان الآن، زيدان يتقدم، يسجل. اختار التقدم الحموني ضيع. المصباحي، دابو يطلق الإشارة، دابو يتقدم، دابو يسجل. الحداد يطلق الإشارة، الحداد يسجل. غامر فيها كثير الحداد. إشارة نايم يسجل. برافو نايم. برافو نقيصان. المصباحية بطل، المصباحية.